يا مساء الورد على عيونكم يا بنات، ورجعنا بفيديو جديد كالعادة، كله نشاط. انتوا عارفين بقى اليومين دول يومين النشاط. اول ما صحيت من النوم قلت لا، انا يومي طويل مش هينفع اعمل اي حاجة غير لما لازم افطر. المهم يا بنات، جبت كده 3 ترغيفة لان ابني الصغير قال لي يا ماما انا اعملي لي سندوتش واحد بس، انا مش جعان واول ما بصحى من النوم مش بعرف افطر. فعلا يا بنات، ولادي كلهم اول ما بيصحوا من النوم مش بيعرفوا يفطروا. بس انا بصراحة قلت لا، انا لازم اكل حاجة عشان اعرف اتنشط، ما اجيش كده في نص اليوم وهبط يعني. بما ان انا ما عملتش غدا النهارده، فالمهم ايه، كان عندي في التلاجة جبنة ريكفورد وكان عندي جبنة اسطنبولي، فطلعتهم كده عملت سندوتشات. وجبة الفطار يا بنات ضرورية جدا جدا للجسم، لان يعني هي اللي بتديكي طاقة ان انت تكملي باقي اليوم. فكمان يعني عايزة اقولك حاجة، اللي عايزة تخس كمان لازم تفطري، لازم اي دكتور تغذية هيقولك لازم تفطري، علشان بتدي تنبيه او مؤشر للجسم ان في حاجة نزلت، فيبدأ الجسم بقى ايه، يحرق الاكل اللي انت اكلتيه. لكن لو قعدتي طول النهار ما تاكليش وتقولي انا بعمل دايت، لا، هتتخني مش هتخسي. فلازم وجبة الفطار حتى لو هي حاجة خفيفة، لو خيارية واحدة، اسمك ان انت اديتي تنبيه لجسمك يبدأ يحرق. يعني انا خدت المعلومة دي بصراحة من كذا دكتور، يعني كذا دكتور تغذية كان بيقول الكلام ده قدامي. فهو لازم وجبة الفطار، ووجبة الفطار هي اللي بتخليكي تقدري تقفي، يعني تقدري ان انت تعملي ده وتعملي ده اكيد انت عارفة حاجة زي كده. فما تحرميش نفسك من وجبة الفطار اللي هتسندك طول اليوم، وتيجي تشتغلي شغل البيت هتتعبي. لا، هنا يا بنات انا قطعت خيارية وكان في شويه شوتس كده حطيتهم وكوبايه عصير، ابني ما كانش عايز عصير فما حطيتلهوش. وده كان فطاري يا بنات. فطرت ورحت قمت بقى ايه، الصاله عندي انتوا عارفين ان انا شايله الحفظات والولاد رايحين جايين حافيين في الشقه عادي يعني. فصعبوا عليا، لا حرام، ما انا مش هسيبهم كده والارض ساقعه، واحنا عارفين طبعا ان الشتا دون السيراميك بيبقى ساقع، فمش هخلي عظم ولادي يتعبهم علشان انا لسه ما فرشتش الحافظه. فلا يا بنات، انا هنا نفضت الركنه. هو انا جايه وانا بنفضها مش عارفه، بس انا نفضتها يا بنات عشان انا في حاجات شلتها، يعني في مقاطع شلتها. بتزعقي لمين يا شرانيه انتي؟ اكيد حد ابني هو اللي كان صاحي معايا يعني. وبعدها بشويه صحي ابني التاني، بس فالاتنين الصغيرين كانوا صاحيين معايا بقى في الوقت ده. المهم ابني الكبير كان نايم هنا وهو بيتفرج على الشاشه، فراح ايه، عينه راحت في النوم. اللي جنب الماسورة ده يا بنات دي المشتريات اللي احنا جبناها من السوق، انا سايباها هنا لحد ما نخلص المطبخ هرصها فيه. المهم طبقت البطانية ودخلتها على سرير الولاد ورحت راجعة. هنا بقى انا نفضت الركنة، شفتوا؟ حتى هتلاقوا ايه، هتلاقوا المخدات كده محطوطة، في 4 مخدات راحوا فين؟ هلاقيهم هيروحوا فين؟ ما هو مفيش حرامي هيجي ياخد 4 مخدات. بس يا بنات جبت بقى الحافظة اللي كنت نشرها على البلكونة، وعلى فكرة هنشرها تاني. هقول لكم بقى يا بنات انا نشرتها ليه تاني. بعد ما اتغدينا ابني راح وهو بيلعب اللي هو الصغنن اللي قدامكم دوت، راح دلق عليها كوبايه العصير، فانا بقول له حرام عليك ده انا لسه غسلاها، راح قعد يعيط صعب عليا، مع اني ما شخدتش فيه والله، بس هو اللي بقولها له ايه، حرام عليك ده انا لسه غسلاها. فقلت له يا قلبي ما تزعلش، حقك عليا انا اسفه. فرحت ايه، مسحتها كده بالفوطه ورحت نشرتها على سور البلكونه تنشف. بس يا بنات بصوا بقى، انا الحفظات بحب افرشها كده مش فوق السجاد، انا السجاد شايلاه، لكن بحب الحفظات عشان خفيفه. بصوا بقى، دي انا لسه جايباها، اللي هي اللمامه دي يا بنات، قلت اول مره هجربها معاكم. انا كنت جايبه واحده بس بصراحه ما عجبتنيش، كانت على طول الفرش بتاعتها بتقع، لكن دي بصراحة جميلة قوي فعلا، الغالي تمنه فيه. دي يا بنات انا جبتها ب45 جنيه، اللي هي 15 جنيه يا بنات. بصراحة كانت الفرش بتاعتها بتقع مني، فدي جميلة قوي يعني. بصوا الحفظة دي انا لماها او جايباها من البلكونة وفرشتها على طول. بصوا هتطلع ايه، بصوا شايفين الفرش، لا الوبرة، بصوا هفتحها لكم، والترابة الناعمة اللي هي بتبقى بين القطيفة، بصوا طلعت ازاي. دي اختراع يا بنات، بصوا
شايفين بقى الترابه الناعمه؟ حاجه جميله عجبتني قوي بجد، ده احلى من المكنسه الكهرباء. ايه رايكم بقى؟ وانتي قاعده مربعه كده اشتغلي بيها. رحت داخله على المطبخ كده، انا الصلاه عندي خلصت، رحت قلت ادخل على المطبخ بقى اشوف المطبخ فيه ايه، بما ان انا النهارده مش هعمل غدا، انا هتصل بجوزي هقول له هات لنا معاك اي حاجه بقى. ابن الصغير طلب كشري بصراحه. إيه، فهو جاب لنا طبعا زي ما احنا طلبنا يعني. بس يا بنات بصوا بقى، انا بعمل ايه؟ انا بجيب الاسبونشه وبحط فيها، يبصوا بخلي الاسبونشه جوه الليفه او جوه السلكه الالمونيا. الحاجه اللي بتحتاج تدعك بالالمونيا بدعكها بالناحيه الالمونيا، والجرانيت والتيفال لا، بعمله بالناحيه اللي هي الناعمه بتاعه الاسبونشه. بتريحني قوي، وفي الرغوه بترغي معايا قوي، وبتنضف جميل جدا. بصوا جميله جميله بصراحه، مريحاني والله يا بنات. والصفايه الحمرا دي مريحاني اكتر بصراحه، يعني مش هكدب عليكم. انا بشيل منها المواعين، بصوا ما فيهاش ولا نقطه ميه. بس يا بنات بصراحه يوم المواعين انا بحبه، مش هقولكوا لا، بس مش بحب المواعين تبقى كتير، لان اليوم اللي بيبقى فيه مواعين كتير بضطر ان انا احط منها في الغسالة. فانا مش هغسل في الغسالة علشان اديكم انتم طاقة ايجابية تقوموا تخلصوا المواعين لو كان عندكم مواعين. هنا بقى يا بنات كان عندي شوية توم، من التوم اللي انا جبته، اللي هو النص كيلو اللي انا جبته اللي قلت لكم عليه. لما قلت لكم يا بنات انا مش هجيب توم كتير عشان التوم قرب ينزل، نجيب بقى 20 كيلو 30 كيلو اللي هو التوم الجديد، ونفرز توم السنة. انا التوم السنة دي ما كفاش معايا للسنة، لاني كان في بقى ايه يعني، حبايبي كده جم عندي شافوه متفرز في الفريزر فخدوا بطرمان كبير بألف هنا يا رب. بس يا بنات فقلت انا هضربهم علشان ما يبوظوا. هو انا حطيت ايدي في الكاميرا كده ليه؟ ده انتي رخمة. يلا معلش خليها عليكم يا جدعان. بس يا بنات ضربته بقى كويس قوي قوي، ورحت حطاه فين؟ بصوا انا بقول لكم ان الحته المدوره دي التوم بيطلع فيها وبيثبت، فلازم ادي الخبطتين دول. التوم الجديد خلاص يا بنات، كل سنه وانتم طيبين على ابواب. هنفرز توم بقى ونعمل اللي هو التوم البودر، وبصوا هنظبط الدنيا. بس جبت بقى بطرماني، اللي هو البطرمانات اللي انا بعملها للتوم. رحت جبت واحد ورحت حطيت فيه ايه؟ التوم. حطيته في الفريزر، هم شويه صغيرين بس ممكن يكفوني اسبوع او اسبوعين عشان تكونوا عارفين يعني. وبعدين انا ما فصصتش النص كيلو كله، انا يمكن في بتاع نصهم انا وانا قاعده كده وقلت اتسلى في شويه. فعشان مش يبوظوا مني فرحت ايه عملت كده. واليومين دول خلي بالكوا اي واحده عندها توم اعملي الحركه دي، التوم بيفضى، فحرام تكوني جايباه بقد كده ويفضى. انا جايبه الكيلو يا بنات ب50 جنيه، جبت نص ب25. فالتوم اليومين دول شايف نفسه علينا. ما تشوفش نفسك ولا حاجه، هينزل لك التوم الجديد يلا بقى مش هقولك هيعمل فيك ايه. بصوا يتحط في الفريزر هيقعد معاكي من السنه للسنه. هتقولي بقى ريحه التوم بتعبي الفريزر؟ لا طبعا عمرها ما هتعبي الفريزر. هتقولي طعم التوم بيتغير؟ عمره ما يتغير. لون التوم بيتغير؟ يبقى انت عاملاه غلط. اعمليه زي كده بالظبط، اضربيه او دقيه في الهون لو مش عندك كبه بالملح فقط لا غير. اللي يقولك بقى حطي شويه زيت، اللي يقول اوعي اوعي تسمعي كلام حد، هو كده وبس. هيقعد معاكي من السنه للسنه. جه جوزي بقى وجاب الغدا، ابني قال يا ماما صوري الغدا يا ماما عشان يعرفوا ان احنا ما عملناش اكل، عشان يعرفوا ان انتي النهارده اكلتينا اكل من بره. احرجتني يا نين عين ماما وحسستني بان انا قصرت معاكم النهارده، بس كان غصب عني، اعمل ايه؟ كنت هنا انا واقفه باكل وباكل وانا في المطبخ يا بنات، عايزه اخلص اعمل ايه؟ بصوا بقى بعد ما اكلت وقعدت شربت كوبايه العصير، كان الليل جه عليا. شفتوا؟ طبعا يا بنات وانا بغسل المواعين انا ما كنتش بغسل بالترنج ده، انا قلعت التيشيرت بتاع الترنج ده ولبست التيشيرت التاني عشان الميه. بس يا بنات لميت الغسيل، وهنا فرشت الحفظه، فرشتيها ليه يا توته؟ فرشتها علشان لما جه عليها العصير هعمل ايه؟ اي قعدت شويه وفي اخر السهره كده رحت مدخلاه وفرشاها تاني.
بس يا بنات، ورحت بقى جايبه ولادي قعدتهم وقعدنا، كان باباهم جايب لهم لعبة جديدة، قعدنا نلعب بيها شوية، قلت اروق عليهم، صورتها لكم كده عشان ايه، اقعدوا العبوا مع اولادكم شوية كده وصاحبوهم. جبت الاتنين الصغيرين وقعدت لعبت انا وهم. بس يا بنات لعبة لذيذة كده وجميلة. بصي بقى، لو انت وصلتي لحد اللعبة حطي لي لايك واشتركي في القناة، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك اعملي لي متابعة. بس يا بنات، ايه رأيكم بقى؟ اليوم النهاردة عدى كده، معلش بقى بكرة نعمل غدا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.